ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كنت عايزه اوريكم حاجه بسيطه بس كده. انا استفدت بيها، فانا كنت عايزه يعني الناس تستفاد منها. شعر بنتي عندي اللي هو كانت قص وهي صغيره، فده على فكره خشن خشن خالص. ما بجركوش دلوقتي يعني. هو خشن خشن خالص، خشن لما انا قصيته من قدام طبعا مع الزيوت والجو والحراره والتراب وحاجات كتير خالص. وطبعا لو عملناه من هنا واحده، من قدام بيهيش وبيقف مش عارف ايه. في حاجه انا لسه مكتشفاها، إن كنت بظروفها عند واحد بتاع مستحضرات تجميل، فلقيت الكيس ده، لقيت الكيس ده هوت عنده. فانا بصراحه جايباه اللي هو يعني فضول مش اكتر، مش فضول، اللي هو لقيت كرتونه قدامه، فبقول لها ده ايه؟ قالت لي ده بتاع شعر بديل زيت. فانا جايباه على اساس ان هو بديل زيت عادي خالص، زي بتاع فاتيكا وكده اللي احنا جبناه كنا بنجيبه. انا بصراحه انا حطيته، اقسم بالله ما بكدب عليكم. انا بنتي ما كنتش بعرف اخليها ما بتعرفش تمشي الا لما اعمل لها واحده هنا، واحده هنا، واحده هنا، وواحده هنا، عشان امسك من هنا وعشان امسك من هنا. اقسم بالله انت بتحطيه على شعر مندي، انت اصلا بتحسي بزفلطه ونعومه في ايديكي. هو اسمه نتائج الطبيعيه، بديل زيت، هو اردني. الكيس ده انا بجيبه ب10 جنيه، انا شفته في اماكن تانية ب15، واللي مكتوب بيقول لي بحثت عنه عن جوجل. كنت عايزه اجيب منه، بحسب منه عبوه كبيره. لقيت الكيس ب28 و27، وفي بتلاتة، في ناس بتبيعه ب30. اقسم بالله انا بجيبه ب10 جنيه بس، والله تحفه تحفه. هو بيكفي شعر بنتي 3 مرات. الكيس ب10 بيكفيه 3 مرات، على حسب، لان هي شعرها ما شاء الله هو تقيل تقيل جدا، بس الكاميرا هي اللي مش عامله تقيل تقيل قوي يعني. بيخلي الشعر، انا هسرحه واوريه لكم دلوقتي، وبيفضل طول اليوم، طول اليوم ما بيهش من هنا كده. بيثبته يعني، مش تثبيت اللي هو زي الجل ده، لا، هو بيثبته من كتر ما هو طري. بتلاقي الشعر طري طري جدا. فانا هوريه لكم بعد ما اسرحه، بعد ما يسرح دلوقتي. اهو يا حبايب قلبي، شوفوا الشعر، ما شاء الله ما شاء الله. بتلاقيه ناعم، وما بتلاقيش فيه حاجه يعني. في ما بنحط الزيت وكده، تلاقي صوت المشط كده، بيعمل الشعر بيعمل في المشط كده وصوت خشن. كان كده الاول بصراحه، وكان كده الاول. لما تحط البتاع ده تلاقي حتى التشابك بيفك معاك التشابك، لان بتلاقي الشعر طري، بتلاقي الشعريه طريه، و... وتحسها اول ما المشط فيها بتسلك نفسها بنفسها، مش خشن وهايش كده كل ما تسرحي تلاقي يكتر ويعمل. لا لا لا، ده تلاقيه يلم شعر البنت كده وتلاقيه طري وما يضايقهاش. انا سرحته في 5 دقايق، انا اقسم بالله العظيم انا كنت بقعد اسرح شعر بنتي ازيد من نص ساعه، وكنت بضربها من كتر وجع ايديا وكتفت، ما كنتش بقدر اتحرك. بصراحه بصراحه اللي عمل الكيس ده اختراع اختراع اختراع.